للاسف واحد صاحبي قال لي ان المطعم ده بقاله فتره بيقرر اللي هو يقفل، وقال لي يمكن عشان فتح في منطقه ما فيهاش بيوت كتير، وبالرغم ان هو بيقدم اكل حلو جدا باسعار رخيصه قوي، ولكن في مشكله ان البيع عنده مش قد كده. فانا كنت في اوسنا بجيب طلبات، فعديت على المطعم لقيته فاتح، والمطعم اسمه 11 صاحبه الراجل المحترم اللي انتوا شايفينه ده. كل اللي انا محتاجه منك بس هتعمل لايك وكومنت واكسبلور الفيديو عشان نكون سبب بسيط بس في رزق الراجل المكافح ده. مكان المطعم بقى بالظبط جنب كافيه اوك، هو في اول شارع الساحه بتاع اوسنا. انا شفت المنيو بتاع المكان بيعمل كريبات وبيتزات ومكرونات وحواوشي، واكتر حاجه عجبتني في المنيو عنده ان اسعاره حلوه جدا وعامل عروض حلوه قوي. يعني عامل اي 2 كريب كريسبي ب 100 جنيه، وكمان سعر البيتزا الهاف اند هاف سعرها 100 جنيه، واي مكرونه سجق او كبده ومعاهم كريب نونو سعرهم 100 جنيه برضه. انا قلت اقول لكم على العروض في الاول عشان انا عارف ان انتوا بتحبوا العروض جدا. طلبت من المنيو من كل حاجه، وتعالى اقول لكم بقى رايي في الاكل بما يرضي الله. جماعه انتوا متخيلين الكريبايه ديت ب 45 جنيه بس؟ كريبايه الكونو ديت اللي وزنها تقريبا نص كيلو زياده ب 80 جنيه. انا خدت قطمه كده من الكريب الكونو. انا عايز اقول لكم ان الجبنه طعمها حلو جدا، وحاطط صوص البيك تيست كده فمخلي الكريب طعمه جامد. كميه الحشو اللي في الكريب كتيره جدا. ندوق كده الحشو برضو. نخش بقى على الكريب اللي هو ب 45 جنيه ده، وده بيكون كريب بانيه على بطاطس وسعره 45 جنيه. انا بجد زعلان جدا اللي هو شغال بالخامات والنظافه ديت ومحدش بيجيب من عنده. بعد كده انا كنت طالب بيتزا هاف اند هاف، بتبقى نص لحمه مفرومه على هوت دوج والنص التاني بيبقى ستريبس. ده كان شكل البيتزا زي ما انتم شايفين. الخامه بتاعت الجبنه الموتزاريلا اللي هو شغال بيها خطيره يا جماعه والله. انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه جدا، في عرض يوم الاحد والاثنين والثلاث. لو انت طلبت الاوردر بتاعك الساعه 10 و11 دقيقه او 9 و11 دقيقه او اي وقت بس و11 دقيقه، هتاخد خصم 25% على الحاجات اللي انت طلبتها. ولو انت طلبت بقى الاوردر بتاعك الساعه 11 و11 دقيقه هتاخد خصم 50%. بعد كده بقى جربت الحواوشي الاسكندراني، بيبقى زي الكاليزوني كده. انا كنت طالبه سجق مع هوت دوج. يا جماعه الحواوشي كان سخن مولع حرفيا، طالع من الفرن عليا على طول. غرقت الحواوشي في صوص الباربيكيو كده، ودى الحواوشي في حته تانية بجد. كنت طالب مكرونه ريد صوص بالسجق والهوت دوج. هي كانت طعمها حلو كده وحرشه قوي كده، بس كانت المكرونه مستويه زياده، فلو المكرونه ما كانتش مستويه قوي كده كان طبق المكرونه ده هيبقى عالمي. اخر حاجه بقى جربتها هي الوايت صوص بالميكس بتاع التشيكن اللي انتوا شايفينه ده. طعمه عجبني جدا. وبس كده، انا ابو حميد، يا ريت تتابعني وتعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.